السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة كورس المحاسبة المالية، الحلقة الرابعة. الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا، وهي بداية الشغل العملي. دكاترة الجامعة والله بتقعد ترم كامل تحكي وتتكلم في اللي احنا هنقوله النهاردة في 10 دقايق، وهنشتغل بإيدينا، وجاب لحضرتك الدفاتر وطريقة الشغل. مطلوب من حضرتك كمل الفيديو معايا للآخر وإن شاء الله هتستفيد. دوس لايك واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ أول حلقة. عملية التسجيل المحاسبي وبداية شغلك كمحاسب. قول لحضرتك في 1/10 استثمر السيد بيرد، أيا كان الاسم مش هيفرق معانا، مبلغ 10,000 جنيه في محل دعاية وإعلان، والذي سماه لاحقا بيونير لصناعة الإعلان برضو ما يهمناش. شغلك كمحاسب وانت قاعد على مكتبك ومعاك دفتر سندات القيود اهو، ومعاك دفتر الأستاذ اهو، ومع حضرتك يومية أمريكية، بس دي مش هنستخدمها دلوقتي، هقول لحضرتك هنعمل بيها ايه. أول حاجة عندي رقم 1، هشرح لنفسي اللي حصل، اللي هو التحليل الأساسي. ازدادت النقدية ب10,000، وحقوق الملكية المتمثلة في رأس المال زادت ب10,000. تحليل معادلة الميزانية اللي على مدار 3 حلقات حضرتك بنشرح فيها الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. الأصول متمثلة في بند النقدية زاد 10,000. الناحية التانية حقوق الملكية متمثلة في رأس مال بيرد زاد ب10,000. طيب ده كده معادلة الميزانية. تحليل الجانب المدين والجانب الداين. الزيادة في الأصول مدينة، الزيادة في الأصول في النقدية اهي، تمام. الزيادة في حقوق الملكية داينة، رأس المال داين بمبلغ 10,000 جنيه. أول خطوة حضرتك بقى هتمسك قلمك كمحاسب، وهتيجي على دفتر القيود، دفتر القيود، وهتسطر التسطيرة دي حضرتك، التاريخ، البيان، رقم المرجع ده يا جماعة اللي هو رقم فاتورة مشتريات، فاتورة بيع إلى آخره، مدين داين. التاريخ يوم 1/10 هكتب 1/10. في البيان هكتب أطراف المعاملة من حساب النقدية إلى حساب رأس المال. حساب النقدية مدين ب10,000، وحساب رأس المال داين ب10,000. وده كده القيد الافتتاحي أو قيد الاستثمار الانفستمنت اللي اتكلمت عليه قبل كده. يبقى ده كده الكلام ده كله هيحصل في دفتر سندات القيود، هو الدفتر ده حضرتك. الدفتر ده هو دفتر بالشكل ده كده، مدين وداين وجزء وكل واسم الحساب ورقم صفحة الأستاذ. طيب احنا حضرتك حليناه هنا من حساب النقدية إلى حساب رأس المال 10/10. هاجي هنا في دفتر سندات القيود عند التاريخ يوم 1/10 سنة 2022 على سبيل المثال، قيد يومية رقم 1.
طيب القيد ده اترحل ولا لسه في دفتر الاستاذ؟ لسه. هسيب دي دلوقتي. تمام. هاجي هنا هقول من حساب النقدية الى حساب رأس المال، واحط في المدين 10 وفي الداين 10. في شرح القيد حضرتك ده كده اسمه قيد الاستثمار. ده كده بالنسبة للقيد الأول. طيب بعد ما سجلت القيد بتاعي في دفتر القيود هرحله لدفتر الأستاذ. دفتر الأستاذ ده اللي هو الدفتر ده حضرتك، دفتر اهو اهو، دفتر بالشكل ده كده. تمام. هفتح حساب، اجي كده في الصفحة فوق هفتح حساب للنقدية. كل حساب يا جماعة في دفتر الأستاذ بيكون له صفحة مستقلة. يبقى افتح حساب للنقدية في صفحة، وهفتح في صفحة تانية حساب لرأس المال في صفحة. هكتب التاريخ يوم 1/10 في جانب المدين نقدية 10,000. نفس القصة صفحة رأس المال يوم 1/10 10,000. هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي في دفتر الأستاذ ونرحل. ده كده ترحيل يا جماعة، ده كده الترحيل. بص ده كده يا جماعة دفتر، بس هو عشان الكاميرا مش جايه في الصفحة كلها. هاجي مثلا في الصفحة من فوق من هنا كده واقول الحساب النقدية. تمام. ادي حساب النقدية اهو. عندي مدين وعندي دائن، وعندي حاجة اسمها الرصيد، وعندي البيان، وعندي رقم القيد، وعندي التاريخ. طيب انا عايز ارحل دلوقتي حضرتك. النقدية جت مدينة ب10,000، وده كده برضو هنقلها في خانة الرصيد 10,000. وده كده لما اجي في البيان بقى هكتب ايه؟ هكتب مثلا ده كده كان الرصيد الافتتاحي. اللي انا عملته للنقدية هعمله لرأس المال. هجيب صفحة، تمام، اجيب صفحة تانية كده اهو، اكتب هنا كده حساب رأس المال. عندي مدين، عندي داين، وعندي الرصيد، وعندي البيان، وعندي رقم القيد، وعندي التاريخ. رأس المال جالي داين ب10,000، وهم ال10,000 في الرصيد. ده كده هسميه رصيد افتتاحي. معذرة بس يا جماعة على الخط عشان انا مش واخد وضع الكتابة كويس عشان الكاميرا بس. ده كده دفتر أستاذ. يبقى انا سجلت القيد في دفتر القيود، سجلت القيد في دفتر القيود، ورحلت القيد لدفتر الأستاذ. مش مطلوب من حضرتك أكتر من كده في حالة النهاردة. وبكده أكون انتهيت
من شرح حلقة النهاردة، الحلقة الرابعة على قناتك 5 أكاونتنج، طريقك للواقع العملي. انتظروني في الحلقة الخامسة، هنكمل قيود بنفس الشكل ونفس النمط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.